وكما هي العادة النادي الأهلي بيفرط في فوز سهل جدا جدا بفارق سكور كبير عن بطل أوروبي أو نادي ممثل لأوروبا، كأول فوز رسمي في بطولة رسمية بين نادي أفريقي يفوز فيها على نادي أوروبي. الأهلي فرط في الإنجاز ده وافتح القوس وزود مع فلومينينسي، زود مع انتر ميامي، زود مع فلامينجو، زود بورتو. نفس الاداء بنفس النتائج بنفس كل شيء بنفس تضييع الفرص، وبتضيع على نفسك انجاز فوز. خروج وسام ابو علي كل الفرص بتضيع. اخر فرصه تم تسجيلها هدف مع وسام، بعدها لعيب وسط ملعب زي محمد علي بن رمضان وحط الرابع. اما كل خط الهجوم بيضيع فيما عدا وسام ابو علي، واللي بالمناسبه لو كان تواجد في ضربه الجزاء بتاعت انتر ميامي بدل تريزيجيه كانت بقت هدف، وكان شكل المجموعه اختلف ووضع النادي الاهلي اكيد اختلف. لكن النادي الاهلي بلعبته ليه يجيب فوز سهل؟ ليه نكسب 4-3؟ 4-3 للنادي الاهلي، ضايع في اطار هذه النتيجه فوق الخمس او ست اهداف ترد عليك بشوطه في الشناوي، وكعادته اي شوطه تقريبا تمركزاته غلط ومش بيكون شايف هو واقف فين في الجون صح، فبتلاقيه حتى ما بيحاولش على الكوره. تشعر ان هو يعني متخيل ان الكوره خارج المرمى. الكوره دي ظهرت في الجون الشوطه اللي هو الرابع، والجون الثاني اللي هو الار 2 اللي راحت في الزاويه البعيده، راح جري على الكوره ووقف على انها كانت بره، وبعد كده اكتشف انها في المرمى. وهنا لو تقول لي انها بعيده احب اقول لك قارن بينها وبين الكوره بتاعت محمد علي بن رمضان اللي بتحك في العارضه، بتحك في العارضه البعيده، ومع ذلك ان حارس المرمى بتاع فريق بورتو راح مع الكوره وكان بيحاول عليها. اما كوره الشناوي اللي دخلت في جون الار 2 ده، الكوره بعيده عن العارضه بحوالي متر تقريبا، وهو كمان ما قررش انه يحاول عليها. زي ما قلنا مع خروج وسام ابو علي تحديدا، الاداء الهجومي لخط الهجوم كله ضياع الفرص. جراديشار مضيع فرصتين تقريبا او ثلاثه، وبن شرقي مضيع جونين او ثلاثه. احنا بنتكلم عن فرص؟ لا، احنا بنتكلم عن اهداف محققه هي ما ينفعش انها تضيع. عمر كمال عبد الواحد بتتكلم عن انه في حتى فرصه رقص فيها الحارس وحطها في جسم اللاعب المدافع وطلعت خدنا ركنيه ما اعرفش اعمل بيها ايه. نزول واحد زي برضو قفشه بيبطئ الريتم. انت شايف الريتم المباراه الشوط الثاني تحديدا رايحه جايه، هدف هنا هدف هنا، هجمه هنا هجمه هنا، وكل ده ينزل واحد زي قفشه ابطا ريتم في الملعب كله. اما انك تسرع من رتمك يا قفشه، او اما انك انت تاخد قرارك بسرعه، لانك انت في كرات كتيره جدا بتاخد قرار غلط او بتتاخر فيه، فبتلاقي لعيب قطع الكوره منك لانك لسه بتفكر وانت بتجري بالكوره هتعمل ايه. من ضمن في كوره اتنين لعيبه للنادي الاهلي عزموا على بعض وسابوها، جه مدافع واحد قطعها من الاثنين، فكان الاداء زي ما انت شفته كده. اما بالنسبه للشناوي زي ما قلنا في الاهداف اللي دخلت فيه، انا مش قادر افهم. حتى في الجون اللي هو الرأسيه كان طلع ورجع تاني ليه؟ يعني انت تاخد قرار غلط، انت تطلع وترجع بظهرك، فمش شايف مكانك في المرمى شكله ايه. فالكره دخلت رأسيه بالونيه، مش الرأسيه اللي هي الشومه اللي متعودين عليها دي. فالكره دخلت جون والشناوي برده بيتفرج عليها، او تحس ان هو متخيل انها خارجه بره المرمى. لا، انت بتتكلم عن الشناوي كان يقدر يصد على الاقل جون او اتنين منهم، لكن مش عارف. زيد على ذلك طبعا الجبهه اليمين بتاعه الاهلي حسين الشحات ومحمد هاني ما قدمتش اي شيء، لا هجوميا ولا دفاعيا. كان عندها اخطاء كبيره جدا جدا. هجوميا تسببت في هدفين من عرضيه غريبه بصراحه مستغربينها كلنا من محمد هاني اللي تقريبا ما بيعرفش يعمل عرضيات. اتعملت عرضيه راسيه حطها وسام ابو علي، وكوره في البلاس 45 اتعملت بالعرض ارضيه اللي جه منها ضربه الجزاء. وهنا العرضيه كانت غلط لانها كانت ورا كل المدافعين مهاجمين النادي الاهلي، وبالتالي كان تحرك زيزو هو اللي مبدع ان هو خد خطوه قبل المدافع وحط جسمه وتحصل على ضربه جزاء حلوه وقويه جدا جدا. فكان خط وسط النادي او خط دفاع النادي الاهلي تحديدا متسبب هو والحارس في اخطاء كتيره جدا واهداف. تقريبا كل كره كانت بتروح تقريبا اهداف. انا مش قادر اتخيل ولا فاكر تصديات للشناوي في المباراه او انقاذ للاعيبه خط الدفاع في النادي الاهلي. كمان حمدي فتحي كان يعني مش موجود. حمدي فتحي اللي راح قطر ما رجعش،
بدون يعني مبالغه اللي بيروح قطر رايح يبطل كوره. احنا شفنا احمد فتحي زمان في المصلاه لما رجع في 2016 راجع وزنه زايد وما عرفش يلعب كوره. المدرب طلعه في الدقيقه 30 ونزل الدبابه اليو ديانج اللي لما نزل قفل كل المفاتيح، قفل كل وسط الملعب، تطور بشكل قوي جدا. حتى الباص بتاع زمان اللي كان بيبقى قوي جدا عليك او شوطه في لعيب النادي الاهلي زميله، لا ما بقى يعرف يطلع بالكره بشكل افضل من زمان. مش احسن حاجه بس كدستروير قفل كل حاجه، قفل كل شيء. الراجل ده زي ما كانش بيلعب من الاول، الراجل ده كان فين من البدايه، الراجل ده كان فين من بدايه البطوله. اداء تحول بشكل قوي جدا. حمدي فتحي اللي قدم مستوى مش موجود، بعيدا عن صناعته للهدف الاول بتاع وسام ابو علي. هنا مش ابداع من حمدي فتحي، هنا مش هو دخل وضغط وقطع الكوره، لا ده الراجل بتاع بورتو باص الكوره غلط، فالكوره خلاص بقت في وسط الملعب في ظهر خط نص فريق بورتو. طلع حمدي فتحي استلم الكوره بس وهي فاضيه محدش بيلعب عليها، دخل وراح عامل الباص لوسام ابو علي اللي حط الجول. فانت بتتكلم عن لعيبه النادي الاهلي ضيعت فوز سهل جدا باللي بتعمله. فتخيل يا راجل ان الشوط الثاني كله كل ما تبص عليه في اي وقت باي شكل عشوائي هتبص تلاقي وسط ملعب فريق بورتو كله فاضي ورايحين 3 على 2 واحيانا 3 على 1، وكانت الهجمات بتضيع بغرابه من لعيبه النادي الاهلي باستهتار وبانانيه وبمد شخصي، كل واحد عايز يعمل لنفسه رقم او يسجل. فانا مش قادر اتخيل اللعيبه دي عاوزه ايه. الاهلي طول عمره شعاره 11 راجل في الملعب، مش 11 حريف ولا 11 نجم، لا 11 راجل في الملعب. الاداء الرجولي هو رقم واحد في النادي الاهلي، وده ما شفناهوش في كل المباريات في كاس العالم للانديه تقريبا بنسب كبيره جدا. في مباراه كان الاهلي سهل جدا يصعد منها او ياخد ثلاث نقاط اللي فيها، لكن لعيبه النادي الاهلي اصرت على الانانيه وضيعت على نفسها. وبما اننا بقى بنتكلم عن اليو ديانج مع نزوله اللي قلب المباراه تقريبا على مستوى الاداء، فبالتالي مع الحلويات دي نتكلم عن وسام ابو علي صاحب الكوره، اللعيب اللي سجل هاتريك، اللي مع خروجه ما بقاش فيه هدف تقريبا بيجي الا من لعيبه نص الملعب زي محمد علي بن رمضان، اما خط الهجوم ما بيسجلش. وسام ابو علي قدم مباراه هي الافضل ليه مع النادي الاهلي نظرا لقيمتها في كاس العالم للانديه. اول هاتريك لعيب في النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، قدم كل حاجه. واعتقد من وجهه نظري كان خروجه شيء خاطئ جدا جدا. ممكن يكون مجهود البدني، بس صدقني وجوده في اي هجمه انه يحطها في المرمى اسهل بكتير من وجود اي حد. عندك عمر كمال عبد الواحد مثلا شفناه في كوره رقص فيها الحارس وحطها في جسم المدافع وطلع بره. كمان عندك كان زيزو قدم مباراه قويه جدا جدا في كل مراكز اللي تحت الهجوم، اليمين والشمال وفي العمق تحت المهاجم كمركز 9.5. حصل على ضربه جزاء بشكل فردي، تدخل بشكل عارف بيعمل ايه. لا هو عارف يلبس المدافع ضربه جزاء صحيحه 100%. وبالتالي كمان كميه شوطات من بره ال 18 وقريبه من المرمى. كان في ار2 حلو جدا جدا اللي رقص فيه المدافع رايح جاي مرتين. لا انت عندك لعيبه قدمت كل حاجه، بالاضافه الى اهم قطعه حصل عليها النادي الاهلي، محمد علي بن رمضان لاعب خط وسط عصري متحكم في رتم النادي الاهلي بشكل قوي جدا، بيسرع الريتم بيبطئ الريتم، بيطلع بالكوره من تحت بثقه عاليه جدا جدا. مهما كان الخصم مين، مهما كان الضغط اللي عليه شكله ازاي، هو عارف بيعمل ايه، بيطلع بالكوره ازاي. لعيب محترم جدا جدا واضافه قويه جدا للنادي الاهلي. زيد على ذلك بقى نتكلم عن المدرب اللي قدم مباراه هي الافضل بالنسبه لي في الثلاث مباريات اللي قدمها، متوازنه. لا في شوط اول حلو وشوط ثاني كان لياقه وقعت، لا هو وازن بين الشوطين. وصل لعيبته للمرمى فوق ال1000 مره، لكن اللعيبه بتستهتر بمنتهى الامانه. الراجل طلع عمل تغيير في اول 30 دقيقه بخروج حمدي فتحي لما لقى ما بيأديش الادوار اللي بيعملها، نزل واحد زي اليو ديانج اللي انا متاكد انه اتفاجئ بالمستوى. هل بقى السؤال هنا الراجل بالمستوى ده والاداء الفني ده كان هو اللي بيدير الماتشات اللي فاتت ولا حد غيره ولا عماد النحاس، ولا هو اللي ركن واللي ادار المباراه دي واحد زي عماد النحاس والمباراتين اللي فاتوا كان بيديرها ريبيرو؟ فانا مش قادر اتخيل واحكم عليه لان الكلام ده يتحكم عليه عن طريق الوقت. لا زي ما قلنا ان اي مدرب محتاج وقت عشان تحكم عليه. وبالتالي وجهه نظر شخصيه، الاهلي فيه لعيبه كتير محتاجه انها يا تقعد مع نفسها او لعيبه تتم تقييمها، ولعيبه لازم هتمشي بعد المستويات في المباريات المهمه الكبيره اللي زي دي اللي بيضيعوها بمنتهى السهوله، لازم تمشي. وفي لعيبه لازم يتم تقييمها
في شهر يناير الجاي او في نهايه الموسم، اما انها تجدد او تمشي او انها خلاص يتفسخ العقد بتاعها. فده بامانه، لان زي ما قلنا شعار الاهلي 11 راجل في الملعب، في لعيبه تم اشراكها في مباريات مهمه كتير جدا جدا في الموسم ده واللي فات واللي قبله في كاس العالم للانديه، وتسببت في ضياع بطولات وضياع انجازات للنادي الاهلي. يجب الوقوف على عقودها، والناس دي اما انها تكمل او تمشي، ووجهه نظر لازم تمشي لانها ما قدمتش اكتر من اللي هي قدمته خلاص، ومش هتقدم اكتر من كده. فده كان كل حاجه معانا في مباراه النادي الاهلي. قول لنا رايك في المدرب، قول لنا رايك في اللعيبه، قول لنا رايك في اسامه ابو علي، محمد علي بن رمضان تحديدا، واليو ديانج اللي الراجل اتفاجئ بيه. وسلام.